عاوزين نكون من أهل القرآن ولا لأ؟ إن لله عز وجل أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لم تحفظ القرآن فاحفظ بعضه. إن لم تحفظ بعضه على الأقل احفظ ما ورد الفضل فيه. نهايات أهل القرآن يا جماعة، نهايات اللي عاشوا للتفسير، نهايات اللي عاشوا في قيام الليل، نهايات اللي حفظوا القرآن. لكن كلما حفظ كلما قيل اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وحفظ القرآن له أجر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. كم مرة عملنا خطة لحفظ القرآن وما نجحتش؟ كم مرة دخلنا رمضان بنية إن إحنا ننجز حاجات دينية كتير، وفي الآخر رمضان بيخلص من غير ما نعمل أي حاجة. كل سنة بنقول أنا هبدأ أحفظ قرآن وبنبدأ، بس حرفيا بعد كام يوم بتوقف. أنا السنة دي قررت أخد خطوة في الموضوع ده وإنك تشارك معايا فيه. القرار كان بسيط، أحفظ صفحة كل يوم لمدة 20 يوم. مش مهم إن كنت بتشوف الفيديو ده في ميعاد نزوله، سواء مثلا يوم 10 رمضان أو كده، فلو حتى بتشوف الفيديو ده في آخر رمضان جرب الموضوع ده ولو يوم واحد وهتشوف الفرق بنفسك. طيب نبدأ بأول حاجة، ايه الدوافع اللي تخليك تحفظ جزء من القرآن؟ هنعمل حسبة بسيطة سوا. لو حفظت من أول المصحف هتحفظ في سورة البقرة، ولو حفظت آخر المصحف هتحفظ جزء عام. أنا هقارن لك بين إنك تحفظ من أول المصحف وإنك تحفظ من آخر المصحف. لو حفظت من أول المصحف فأنت هتحفظ في سورة البقرة، وطبعا في فضائل كتير لقراءة سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والبطلة يعني السحرة، فأنت إن شاء الله ربنا هيحفظك من السحر والحسد، وإن الشيطان ما بيخشش بيت بتقرأ فيه سورة البقرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وبتشفع لصاحبها يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين. الزهراوين يعني سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، يعني زي بتظلك كده يوم القيامة، أو كأنهما فرقان من طير صواف. بينما لو حفظت من آخر المصحف هتحفظ جزء عامة بصور كتير، حوالي 37 صورة و564 آية. ده غير بقى الأجر والثواب بتاع قراءة صفحة من القرآن. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وما بالك بقى بأنك مش هتقرأ الصفحة بس، انت هتحفظها، فشوف هتكررها كام مرة طول حياتك. انت متخيل الثواب العظيم بتاع حفظ الصفحة عامل ازاي؟ ما بالك لو هتحفظ جزء كامل. والأهم بقى من هتحفظ قد ايه هو انك تطبق اللي انت بتحفظه. طيب ازاي اصلا تقدر تحفظ من القرآن؟ لخصت لك الموضوع ان شاء الله في 5 نقط. اول حاجة، تعلم التجويد. التجويد ضروري ومش رفاهية، دي حاجة لابد ان انت تبدأ بيها قبل ما تبدأ تحفظ. ده غير ان التجويد بيساعدك على الخشوع والتدبر، وان انت ما تغيرش المعنى بتاع الكلام. وما تخافش، الموضوع اسهل مما تتخيل. انا شخصيا بحثت على اليوتيوب عن فيديو بيشرح معظم احكام التجويد، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. اتفرجت على الفيديو ولخصت كل الاحكام في كراسة، وبدأت ان انا اطبق الاحكام دي في القراءة بتاعتي. وطبعا من الحاجات اللي هتساعدك انك تتعلم التجويد هي انك تسمع من قراء متقنين زي الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي، وصدقني هتحس بفرق كبير في حفظك وتلاوتك. طيب تاني نقطة، الفهم قبل الحفظ. انا كنت قبل ما احفظ اي صفحة بجيب التفسير الميسر واقرأ التفسير بتاع الصفحة بشكل مبسط، فبالتالي افهم الصفحة بتتكلم عن ايه، فبالتالي ده هيفرق معاك جدا في تثبيت الحفظ. طبعا الصراحة مش قادر اوصف لك الشعور بتاع ان انت تبقى فاهم انت بتقول ايه. ثالث نقطة، طريقة الحصول ال5 للدكتور سعيد أبو العلا حمزة. سيب لكم لينك شرح الطريقة في الوصف. لكن بشكل مبسط، لو انت زي حالاتي كده مثلا حافظ قليل من القرآن، بحس ان التحضير هيفرق معاك جدا في الحفظ. فكرة التحضير هي ان انت الصفحة اللي انت هتحفظها بكرة تسمعها بالليل ربع ساعة، وهتقرأها ربع ساعة. في اليوم اللي بعديه اللي انت المفروض تحفظ فيه الصفحة دي هتكررها لمدة ربع ساعة، ان شاء الله هتثبت معاك. اهم حاجة خلي بالك طويل واصبر. رابع نقطة، لازم يكون ذهنك صافي تماما وانت بتحفظ. وفي كلام حلو قوي للشيخ الشعراوي في الموضوع ده. ساعة تستقبل الحواس الشيء يظن بعض الناس أن الناس يختلفون ذكاء وبلادة، بأن واحد يعرف من مرة وواحد يعرف من مرتين وواحد يعرف من 3 وواحد يقعد يكرر 20 مرة ولا يعرفش. لا، العقل كالفوتوغرافيا ياخد من مرة واحدة، بس المهم أن يكون العقل فارغا وقت التقاط المحسوسة من غيرها، لأن بؤرة الشعور ما تسعش إلا فكرة واحدة، فإذا كانت مزحومة بفكرة تانية ما تاخدش. إذن فأنت تكرر ليه؟ مش لأن ذهنك ما بيغلقش إلا مرة واحدة إلا بكذا مرة، لا،
لأن ذهنك بؤرة الشعور كانت مشغولة بحاجة تانية، واحنا زي ما قلنا هي برضه ما جعل الله لرجل، ما فيش حاجة التقاطين. إذا المهم الذكي يعمل إيه؟ إذا كان بصدد شيء لا يفكر في شيء غيره، تقوم تلتقط مرة واحدة. خامس نقطة، استغل الصلوات بكل بساطة. حاول تكرر اللي انت حفظته في الصلوات الخمسة والنوافل، وده هيساعدك جدا في تثبيت الحفظ. وطبعا ما تنساش تسمع الصفحة دي لشيخ او لأي حد بحيث ان هو يشوف ايه اخطائك فانت تعدلها. وتطبيق ترتيل ساعدني جدا في الموضوع ده. الفكرة ان انت كأنك بتفتح فويس وبتسمع، وهو بيعرف الاخطاء بتاعتك فبيقول لك عليها فانت تاخد بالك منها. وده مش اعلان، ده مش اعلان، الاداة دي مجانية للاسف لمدة اسبوع واحد، فيفضل ان انت تستخدمها في اخر اسبوع من التحدي. وطبعا في فكرة التوثيق، اللهم ابعد عني الرياء وعنكم جميعا، نيتي بتصوير بعض اللقطات من الرحلة دي ان انا اثبت لكم ان زي ما انا قدرت انت تقدر. وعشان المصداقية يعني، وبمناسبة توثيق الرحلة، فأنا بصور الفيديو ده في اليوم ال19 علشان ألحق أرفع الفيديو في أسرع وقت، بحيث إن أنت تبدأ معانا التحدي في رمضان. طبعا نسيت اقول حاجه مهمه جدا، ان التحدي برضو ما كانش سهل، وان كان في ايام بتعدي عليا من غير ما اعمل اي حاجه. بس اهم حاجه انك ما تيأسش، ولو فوتت يوم او يومين حاول ان انت ترجع تاني وتعوض اللي فاتك. ودلوقتي التحدي ليك، جرب تحفظ صفحه يوميا لمده 20 يوم وقول لي تجربتك. ولو مش قادر تحفظ صفحه، احفظ اللي تقدر عليه، اهم حاجه انك تداوم عليه ولو حتى آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي النهاية حتى لو مش هنحفظ القرآن كله، فلازم نموت واحنا على الطريق ده، انك تكون من اهل القرآن، سواء بالحفظ او بالتلاوة والقراءة كتير، ولو مجرد آية واحدة بس كل يوم. ولو لا قدر الله هجرنا القرآن، نرجع تاني اقوى. وما تخليش رمضان يعدي عليك من غير ما تستغل الفرصة دي. فابدأ ولو بخطوة بسيطة، خلي رمضان ده غير، حاول تطلع منه شخص جديد احسن بكتير مما كنت عليه. ولو فعلا ناوي تبدأ التحدي، اكتب لي في التعليقات انا داخل التحدي، عشان اعرف ان انت وصلت السنة دي في الفيديو. وبإذن الله كل اللي هيشارك معانا هتحط اسمه في الفيديو الجاي. وما تنساش تخش جروب التليجرام، هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف، عشان تكون وسط ناس بتشجعك وبتزقك لقدام، وبالمرة تشارك في التحديات الدينية اللي بنعملها كل يوم في رمضان. وإن شاء الله هتلاقي ناس تشاركك في تحدي حفظ القرآن ده، غير إن إحنا بنحاول قدر الإمكان نساعد بعض في الدراسة. مش هقول لك بقى اشترك في القناة وحط لايك واعمل شير، أنت وذوقك، أنا ماليش دعوة. وفي النهاية ما تنساش تطلع الفضول اللي جواك. سلام. يا الله، والله تقريبا دي رابع او خامس مرة اصور فيها يعني، يا اخي